السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة اهو يا جماعة معانا اليوم الرابع للكتاكيت البيضة اهيت. انا جوعتهم دلوقتي تلت ساعة اهوت. النهاردة اول يوم اجوعهم فيه. هعمل لهم خلطة معاكم كده بحيث ان هي بتفتح جسم الفرخ معانا وبتزوده وبتقوي مناعته وبتخلي الفرخ معانا بسم الله ما شاء الله يوصل لوزن حلو. تعالوا هنشوف مع بعض كده الخلطة الجديدة عشان ما نطولش عليكم، ويا رب تستفيدوا معانا، ان شاء الله تستفيدوا معانا. لو اتبعتوا اللي انا بقول لكم عليه بالظبط ان شاء الله الفراخ معاكم هتطلع حلوة وفرخ كويس ومحمل لحم وحلو. الفراخ معانا هي عمر 4 ايام، بسم الله ما شاء الله عليها حلوة. هنشوف فرخة اهو. فرخة معانا اهو بسم الله ما شاء الله. هو باين عليه ده اللي في وسط فرخ الريش بدأ يطلع فيه اهو، او بيبدأ من 3 يوم كده الريش يبتدي يطلع فيه. لو الفرخ بقى جايلك وهو فيه ريش كده في جناحته، معنى كده ان الفرخ دوت كان عند اصحابه بقاله كام يوم، واللي بقاله كام يوم دوت طبعا هما مش بيهتموا بيه، هما سايبينه لما يتباع مش بيبقى كل كويس، فبيجي الفرخ معاكي جسمه ما بيحملش معاكي بسرعة. ليه؟ لان جسمه اندمر، جسمه ما خدش التحصينة حلو، ما خدش الاكل بتاعه كويس، ما تحصنش كويس من الاخر. انما معاكي ما بتجيبي فرخ عمر يوم بيبقى لسه ما فيش ريش فيه طلع، وبيبقى الفرخ لسه طالع، انت بقى بتبتدي انت تحددي له بقى انت هتمشي معاه ازاي وتحصنيه، تديله مضاد حيوي، تديله فيتامينات، املاح معدنيه زي ما انا قلت لكم. كل 8 ساعات بنغير لهم حاجه اهوت. انا غيرت لهم الفرشه بتاعتهم، اهم حاجه النظافه يا جماعه. اللي يقولك بقى لا ما تنضفيش ورشه تبني كده على الفضلات بتاعتهم عادي والموضوع بيمشي، لا. انا وريتكم معايا الدورة اللي فاتت الفراخ معايا كانت عامله ازاي. الفراخ كانت ماشيه معانا بسم الله ما شاء الله حلوه و... وحملت معانا وزن حلو. انا الفراخ جابت معايا اقل حاجه جابوا 2.5، يعني في فرخه يعتبر كام فرخه بس جابوا 2 وربع بسيط وما ذبحتهمش. جيت تاني يوم على سن انا هذبحهم على انهم 2 وربع، لقيتهم بسم الله ما شاء الله بقى 2.5. فالفراخ معايا بسم الله ما شاء الله جابوا لغايه 3 و3 الا ربع و2.5. كان اوزانهم حلو. كان عمر 38 يوم. 38 يوم كانوا جايبين الاوزان دي. 38 يوم مش كتير عليهم، وفي نفس الوقت الفرخة عضمته بتجمد كده وبيبقى الفرخ جميل وطعمه حلو، ولا ملزق ولا بتاع، لا ده بالعكس، ده عامل زي الفراخ البلد اللي انت بترباه في بيتك. انما الناس اللي بيقولك احنا بنذبح على 28 يوم، انا فعلا الفراخ معايا بتجيب على 28 يوم بتجيب 2 كيلو، بتيجي على 32 يوم تبتدي في 2 و2 وربع بيبقى كلهم. طب انا ليه انا مستعجلة على ايه؟ انا مرة اتزنقت في فرخة وذبحتها في العمر دوت على عمر 30 يوم كانت 2 كيلو. الفرخة ما شاء الله هي 2 كيلو، بس تذبحيها مش باين فيها ال2 كيلو قوي. ليه؟ لان ده بيبقى كله اللي هو بيبقى في بطنها مصارين وبتاع، ده بيبقى لسه منشفش فيها. والفرخة تقيلة وحلوة وبسم الله ما شاء الله وصدرها حلو ومليان، مش قلتك وحش، لا الفراخ حلوة. لا بس مش زي ما انت بتسيبيها كاتملة، يعتبر ايه، تحس ان هي طرية كده، تحس ان هي تبقى ملزقة شوية، لا ما بتبقاش حلوة بصراحة، ما بفضلهاش. انا عن نفسي بحب الفراخ تقعد معايا يعني 38 يوم. انا لولا ان انا لقيت الفراخ الريش الاصفر اللي فيهم راح، انا كنت شبعت منهم حاجه. انا اول ما الريش الاصفر اللي في رقبتهم ده بيروح براسهم كده وبيبقى كويس، بيبقى حلو بقى معانا. فان احنا بقى ايه، ان نصبر على الحاجه كويس، وخصوصا انت مربيها لنفسك هتطلع معاكي حلوه وزي الفل. بقول لك زي الفراخ البلدي. والله انا نسيت بس ان انا اصورهم لكم بعد ما ذبحتهم كده تشوفوا شكلهم عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله، على رأي اللي قال عاملين زي الوز. فراخ حجم حلو وماسكين روحهم وعضمتهم ناشفة وحلوة ما شاء الله. طب احنا بقى مش هنطول عليكم، وهبتدي بقى ان انا هعمل لكم ايه، نعمل الخلطة مع بعض. يلا بينا. اهوت معاكم انا بشرة بصلاية اهوت، بصلاية صغيرة بشرتها على المبشرة، ودقيت فص توم واحد، فص واحد، لان الفراخ لسه صغيرين معانا واكلتهم على قدهم، فانا طبعا مش هحط لهم اكل كتير بحيث ان هم ايه مش يفوضوا قدام، عشان خسارة العلف غالي والحاجة غالية. بس بصراحة العلف المرة دي أرخص من اللي احنا كنا جايبينه قبل كده،
بس برضه في حد ذاته غالي، انا جايبينه ب24 جنيه وربع في الشكارة. طبعا التجار برا ممكن يكونوا بيبيعوا 28 ولا حاجة. فالمهم يعني انا بشرت بصلاية صغيرة وحطيت عليها نص معلقة عسل، نص معلقة عسل اسود، نص معلقة صغيرة، وقلت لكم فص توم، عصرة نص ليمونة كده، لان لسه انا حبة العلف اللي هحطهم لهم مش هحط لهم كتير. فانا جوعتهم تلت ساعة معاكم زي ما انا قلت، عشان تبتدي بقى ان ايه بطنهم تنضف، والفرخ بيبتدي يجوع كده ويبتدي يشتغل ودماغه تشتغل كده زي ما بيقولوا، و... ويجري الفرخ معانا وبيبقى كويس وصحته حلوه، غير لما بيبقى بياكل باستمرار بيبقى همدان. اللي عامة لما انت تمنع عنهم الاكل شوية بيديهم صحة احسن، والاكل بيملى عليهم وبيبان عليهم، خصوصا عشان ياكلوا الخلطة اللي احنا عاملينها دي لان هي لسه جديدة عليهم. فزي ما احنا قلنا احنا عملنا ايه، بشرنا بصلاية صغيرة وعصرة نص ليمونة صغيرة ونص نص معلقة عسل صغيرة، وادي نص معلقة كركم اهي، معلقة صغيرة نص معلقة. طبعا الكركم ده مش هقولكوا على فوائده يا جماعة ولا طعمه ايه في الاكل، بصراحة روعة، بيعلي المناعة وبيأسس الفرخ وبيخلي رجليه دي تجمد ويقدر يشيل وزنه. لا بصراحة الكركم دوت حاجة غير طبيعية، حتى للبني ادمين. الناس لما هنعمل كوباية لبن ونحط عليها معلقة صغيرة كركم تقلبها معاه، الكركم ده بيعزز المناعة جامد وبيشفي من الأمراض كتير، أو بيبقى وقاية من بعض الأمراض زي السرطان لا قدر الله بعيد عننا وعنكم، كل الحاجات دي. طب عشان مش نتوه بقى من بعض، وديت نص معلقة اهي كمون على كزبرة مطحونة. كمون والكزبرة دي بيخلي الفراخ ايه ما تكشش، ما تاكل كويس، الفرخ يبقى مش مظبوط، لا هي بتظبط الحاجة وتخلي الفرخ كويس جدا. وطبعا الخلطات دي بقى معانا هنبتدي معانا كده من رابع يوم، هتبتدي ان الفرخ معانا يتأسس يبقى كويس. انا بحط لهم اكل كده عادي. لا النهارده جوعتهم اهو تلت ساعة، وايه وعملت لهم الخلطة ديت، هتشوفوا معانا اهوت. هنقلبهم مع بعض كويس. قلبتها كويس. هجيب بقى حبة علف على قدهم كده في الطبق ده برضو اقلبهم عليه، لان الفراخ اللي عندي مش كتير، هم 15 فرخة بس، فبالتالي حبة العلف اللي احطهم في الطبق دول واقلبهم فيهم هيبقوا على قدهم. استنوا كده وشوفوا معانا اهوت، هنقلبهم اهو مع بعض، نفركم فركة حلوة ونخليه كل ايه يتجانس مع بعض اهو. خلي تمسكي تفركي كده حلو. ولو عندك حبة علف ناعمين باقيين من الفراخ تحط لهم برضو. الخلطة دي بتخلي شوفي العلف معانا كأنه برضو ناشف وكأن مفيش حاجة محطوطة عليه، بس في نفس الوقت همت العلف معانا هو عامل زي ما يكون بالظبط، مفيش حاجة اتحطت عليه، العلف منشف معانا وحلو اهو. هنحطه معانا في العلافة ونشوف مع بعض الفرخة هتعمل ايه. الفراخ معانا انا حطيت لهم الاكل، طبعا هم عشان جعانين ابتدوا يروحوا على الاكل هم. بسم الله ما شاء الله. الفراخ معانا بصراحة جمال المرة دي، عاملين زي الفراخ البلدي بالظبط، فرخ مصحصح وحلو وشقي كده. انا بحب الفراخ الشقية المصحصحة اللي بتجري دي، مش بحب الفراخ المخامة اللي بتنها لا ده مطرحها كده، لا الفراخ دي ما شاء الله عليها، يا ريتني كترت منها، بس انا جبت بقى على قد احتياجي. ما شاء الله، اهم حاجة ان انتوا بتجوعوهم عشان ايه الاكل يبان عليهم وياكلوا الاكل معانا كويس. هما كده بقى ياكلوا اي حاجة تحط لهم يبتدوا ياكلوها
ويملوا حصلاتهم بيها. اهم حاجه ان هم يملوا حصلاتهم اول مره كده بيها، دوت بقى بيبتدوا ان هم يتعودوا على الاكل ده. فطبعا كمان اول مره بيبقى بقى البصل والثوم بيبقى ريحته غريبه طبعا، بس بصراحه ريحته جميله يا جماعه جدا. في حد بقى يقول لي ايه هو البصل والثوم ريحتهم حلوه؟ اه بصراحه مع الخلطه ديت ريحتهم حلوه اهوت كده. النهارده اول يوم بقى معانا للخلطات ان شاء الله. يا رب الفيديو يعجبكم. لو حد عنده اي سؤال ممكن يقترحه في التعليقات وانا اجاوب عليه. ويا ريت تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يا رب تكونوا استفدتوا معانا، وان شاء الله اللي عنده تربيه فراخ ويتبع اللي احنا بنقوله دوت باذن الله ربنا هيكرمه اخر كرم، وهيبقى الحكايه معايا حلوه. ولو عايز تعمل مشروع بتاع اي حاجه ربنا هيكرمك فيه. عايز تتربي لنفسك، ممكن لو جبت بوكسه كده صغيره حطيتها في البلكونه، عملت اي حاجه، اتصرفت في اي مكان صغير كده، بسم الله ما شاء الله والله ما هترضى تشتري من بره. لو جربت الفراخ دي متربيه في البيت بصراحه طعم غير اللي انت بتشتريها من بره خالص خالص خالص، حتى لو شاريه من عند واحده من بيتها. يا رب تستفادوا مع بعض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هما الفراخ معانا عدى 3 ساعات بعد ما حطيت لهم الخلطه. زي ما انا كنت قايله في الفيديوهات اللي قبل كده، الخلطه اللي احنا بنحطها دي بتقعد 3 ساعات بس، مش بنأخر عن كده. عشان ايه؟ البصل والثوم والحاجات ديت بتتغير. هو البصل والثوم اهم حاجه، بيتغيروا وبيتفاعلوا فاكتر من 3 ساعات بيبقوا ضرر للفراخ. فانا دلوقتي اهو معاكم هشيلهم واحط لهم اغير لهم الاكل واحط لهم اكل جديد. اهو اتغيرت لهم العلف، حطيت لهم علف جديد بقى نضيف ما فيهوش اي حاجه. هما معانا هيجوا برضو على العلف الجديد ياكلوا عادي، مفيش اي مشكله. هما الفراخ البيضه كده بتحب تاكل باستمرار، بياكلوا كل شويه يعني، بيجوعوا بسرعه وياكلوا بسرعه، وأقل حاجه يعني بتعملهم، خصوصا هما في الاول كده. هما معانا ما شاء الله. النهارده رابع يوم ليهم، الفرخه حلو معانا. ويعتبر كده تقريبا اليوم عدى ان احنا حطينا لهم الخلطه وخلصناها خلاص كده. بس انا نسيت اقول ان احنا المفروض الخلطه اللي احنا حطيناها دي نحط نص معلقه خل عليها. ان شاء الله بكره نحط في الخلطه، انا نسيت خالص احطها. الخل حلو جدا للفراخ عفوا، بينظف معدتهم وبيخلي الفرخه بقى معدته نظيفه، فاقل اكل بيمر عليه، اقل اكل بيمر عليه وبيبان عليه كمان، لا ديدان بقى ولا اي حاجه. واي طيور تحط لهم الخل ويخلي الفراخ نظيفه والطيور نظيفه، سواء بط سواء فراخ بلدي اي حاجه، الفراخ حلوه معاها. كده يبقى الفيديو بتاعنا خلص النهارده، ويا رب يعجبكم ويا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. واي سؤال تحبوا تسالوا عليه انا معاكم، وابعتولي على التعليقات وانا هرد عليكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.